أول لحظات في الجنة. تخيل أنك قد فارقت الدنيا ووضعت في قبرك، ثم جاءك البشير يوم القيامة وناداك رب العالمين: يا عبدي، قد غفرت لك وأدخلتك جنتي. في تلك اللحظة تشعر بفرح لم تشعر به من قبل، لا خوف، لا حزن، فقط سعادة وطمأنينة لا توصف. وفجأة ترى نورا عظيما يشع أمامك، إنها أبواب الجنة تفتح لك على مصراعيها، وتستقبلك الملائكة بوجوه مشرقة قائلين: سلام عليك، طبت، فادخلها خالدا. تدخل بقدمك اليمن، وإذا بنسيم لم تشعر بمثله من قبل يلامس وجهك، يملأ صدرك، فتشعر وكأنك تتنفس السعادة نفسها. تنظر حولك فتجد أنهارا من ماء عذب، وأنهارا من لبن لم يتغير طعمه، وأنهارا من خمر لذة للشاربين، وأنهارا من عسل مصف. الأرض من المسك، والقصور من ذهب وفضة، وأشجار عظيمة تمتد أغصانها بلا نهاية، وأوراقها من الزمرد والياقوت. ثم يأتيك خادم من أهل الجنة، يقدم لك كأسا من شراب لم تشرب مثله قط، فتشربه، فيزول عنك كل تعب الدنيا، فلا جوع، ولا عطش، ولا مرض، ولا هم بعد اليوم. تسمع صوتا تعرفه، إنه صوت النبي يناديك: هلم إلينا. تركض نحوه، فتراه جالسا مع الصحابة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، والأنبياء والصالحين، يبتسمون لك ويرحبون بك. ثم تسمع أعظم نداء، نداء يهز كيانك فرحا: يا أهل الجنة، إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا. فتنطلق في الجنة، تزور قصورك، تجلس تحت شجارها، تتحدث مع أحبابك الذين سبقوك، وتعلم أن هذا النعيم لن ينتهي أبدا. ثم تأتي اللحظة الأعظم، اللحظة التي يتجلى فيها الله عز وجل لعباده، فيرونه بوجوه مشرقة، فيزدادون فرحا، ويقولون: يا رب، ما أعطيتنا نعمة أعظم من هذا. اللهم اجعلنا من أهل هذه اللحظة، من أهل الجنة، يا كريم. من يريد أن يدخل الجنة يكتب سبحان الله ويشترك في القناة.